ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم وصفه فراخ مشويه تجنن. طريه طراوه ولا لونها بصوا يجنن. حبه بطاطس محمرين وكاتشب على مايونيز وهتدوب في البق دوب. لو اول مره تسمعيني انا نور، ما تنسيش تعملي لايك وشير للقناه، ويلا نعمل احلى وصفه فراخ مشويه على البوتاجاز او في الفرن. اول حاجه هنجيب فرخه تكون مغسوله كويس، انا بحطها ساعه في ميه فيها معلقه سكر ومعلقه ملح، انشفها كويس واجيب بقى التتبيله بتاعت زمان اللي هي بصل وطماطم قرن فلفل وفصين توم. حلو قوي، بتفكرني بايام زمان بتاعت ماما كده. المعيار ده هنحط عليه معلقه ملح، فلفل اسود، 2 مرق دجاج، معلقه صغيره شطه وكاري، نص فنجان ليمون، وكمان نص فنجان خل، ونص فنجان زيت زيتون. انا بحب زيت الزيتون، بيدي للفراخ لمعه كده. ما عندكيش ممكن تستخدمي عباد، المتاح عندك. هنحط كمان معلقتين صلصه عشان يبقى لونها جميل كده، وكوبايه زبادي. دي كوبايه الزبادي الصغيره المعيار ده لفرخه واحده. هنقطع بقى حبه بقدونس عليهم كده، الوان تجنن يا جماعه، حلو قوي. ونديها لفه في الكبه، هيطلع معانا الخليط اللي يجنن ده. هنجيب الفرخه بتاعتنا ونغرزها بالشوكه او بالسكينه عشان الخلطه كلها تبقى فيها وتستوي، ونحط الخلطه كده نورقها بين الجلد وبين الفراخ. ممكن تقعديها ساعة، أنا بيتها صراحة، بس ممكن تستخدميها بعد ساعة. غطيتها ببلاستيك وبيتها في التلاجة، عايزة تشتغلي فيها على طول براحتك. هتطلعها على الفرن 200 درجة لمدة مثلا أول ربع ساعة. بعد كده هنكمل نص ساعة على 180، هتطلع معانا بالمنظر اللي يجنن دوت. حبة بطاطس محمرين، ونحط طحينة أو كاتشب ومايونيز ورشة بقدونس بقى كده، لازم ندلع الأكل اللي هناكله. تجنن، لازم تجربوها. الصوص كمان اللي هينزل من على الفراخ عظمة جدا، ممكن نحطه كده في بولة جنب رز بالشعرية، هتتبسطوا صدقوني. الفراخ من جوه لونها وردي، ما تختلفش عن اللي بره بالظبط، حاجة يعني خطيرة. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش لايك واشتراك في القناة وكمان نشيرها.